مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأوفياء في الحلقة 41 من مسلسل الحب يجعلنا نبكي. تتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع، وتنفتح أبواب جديدة من الأسرار التي تهدد الجميع. تهديدات غامضة، اعترافات صادمة، وصراع بين الحب والخوف يسيطر على الشخصيات. في هذه الحلقة ينقلب ميزان القوة تماماً، وتجد أدا ويوسف نفسيهما أمام قرارات مصيرية ستغير مجرى حياتهما إلى الأبد. تابعوا معنا تفاصيل هذه الحلقة التي تحمل الكثير من التوتر والمفاجآت. تبدأ الأحداث مع نهال اللي بتعيش حالة خوف شديد بسبب رسالة تهديد وصلتها من شخص مجهول، بيخبرها فيها بأنه إذا تجرأ ابنها روزغار وأخبر الشرطة بأنه يوسف هو من أطلق عليه النار، فبيقوم هو بفضح سرها القديم، إنها هي من قتلت أردام فاني. تنهار نهال من الخوف وتلوم ابنها روزغار بغضب شديد، مؤكدة أنه ما فعله سيدمرهم جميعاً. لكن روزغار الذي يظن أن ما فعله هو الصواب يغضب ويطرد والدته من الغرفة لأنها لا تدعمه. وعندما يسمع مارت حديث نهال يصدم بشدة، إذ يكتشف فجأة أنه متورط في جريمة لم يرتكبها، وأن أمه وأباه هما من قتلا أردام قبل سنوات. يبدأ مارت يشك أن أردام نفسه ربما لا يزال على قيد الحياة، فالكثير من الأمور تبدو غير واضحة. في المقابل ينتظر يوسف أي خبر جديد من جودة، لكن جودة يخبره أنه سيعيد أدا إلى منزلها، وأن يوسف سيبقى في المزرعة حفاظا على سلامته. ورغم حزن أدا تتفهم أن جودة يريد حمايته. قبل أن تغادر أدا يطلب منها يوسف أن تعتني بنفسها ولا تذهب إلى عملها، ويعترف لها بحبه من جديد، فتبادله الشعور. يقوم جودة بإيصال آدا إلى منزل خالها إسماعيل، وحين تلتقي به تروي له كل ما حدث وتكشف له الحقيقة الصادمة. جودة ليس مجرد رجل فقير، بل اسمه الحقيقي هنكار، وهو رجل غني وصاحب نفوذ. ثم ننتقل إلى مشهد غير متوقع. امرأة في منزلها، يقتحم جودة المكان فتظنه لصا، لكنها تحتضنه فور أن تتعرف إليه. يتضح أنها زوجته الحقيقية، وأنه عاد من أمريكا سرا، ويخبرها أنه يخفي نفسه مؤقتا إلى أن يستعيد حقه. في الفندق تكون أدا مع جدة يوسف والسيدة سمر، وتطمئنهما بأن يوسف بخير، لكن الجد يرى أن الحل الوحيد هو أن يسلم يوسف نفسه للشرطة حتى لا تتضاعف عقوبته. في تلك اللحظة يلتقي يوسف بالفتاة جيمري التي تعتني به، ثم يكتشف أنها ابنة جودة. لكن فجأة يسمع الجميع صوت سيارات الشرطة. تظهر أدا مع رجال الأمن، وتخبر يوسف أنها فعلت ذلك لمصلحته، لأنها رأت أن تسليم نفسه هو الطريق الوحيد لإنقاذه. يتقبل يوسف الأمر ويسلم نفسه بهدوء، بينما يتفاجأ جودة من قرار أدا، ولكنه يوصي رجاله داخل الشرطة بحمايته. في هذا الوقت يكتشف نهال ومارت الحقيقة. أردام لا يزال حياً، وهو الشخص الذي يهددهم، وهو نفسه الذي يختبئ عند يوسف، مما يزيد الأمور تعقيداً. ويبدو أن نهال ما زالت تخفي سراً أكبر لم تكشفه بعد. تعود أدا إلى الفندق وتبقى غارقة في حزنها على يوسف، بينما يظهر المشهد الأخير يوسف داخل السجن وهو محطم نفسياً. في المقابل يخطط روزغار للانتقام من يوسف وهو خلف القضبان. أما الجد فيقرر العودة إلى بلدته لبيع كل ممتلكاته حتى يتمكن من تأمين المال اللازم لخروج يوسف من السجن، ويطمئن أدا بأنه سيحضر في أول جلسة محاكمة لإنقاذ حفيده.
وهكذا تنتهي الحلقة 41 على وقع صراعات متشابكة وأسرار تخرج للنور، ومصير مجهول ينتظر يوسف بعد دخوله السجن، بينما تستعد أدا لمواجهة أصعب مرحلة في حياتها. ومع اشتداد التهديدات وعودة الماضي ليطارد الجميع، تبقى الأسئلة معلقة بانتظار ما ستحمله أحداث الحلقة القادمة. هل ستنجح أدا وجودة في إنقاذ يوسف؟ وهل سينكشف السر الأكبر الذي تخفيه نهال؟ الإجابة نحصل عليها في الحلقة المقبلة. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.